طلع اكاديميات كتير جدا جدا على التيك توك الفتره ديت، واي حد بقى يقدر يبقى موديل. شايف رايك ايه؟ هو بصي، السعي طبعا حاجه موجوده، ومكاتب الكاستنج كتير جدا، احنا بندور على بس المواهب ده اللي عكس بتيجي. زمان، يعني زمان كانوا لازم يروحوا مكاتب كاستنج ويتعبوا ويطلعوا على مجلات. دلوقتي بقى اي حد يقدر يبقى موديل من خلال السوشيال ميديا. ايه رأيك في الموضوع ده؟ يعني دي حاجة لطيفة جدا. الممثلين لينا مهم. نقابة، والإخراج برضو ليهم نقابة. الموديلنج وعارضين الأزياء هم ما لهمش نقابة، ولكن بيطلبوا كتير قوي في الإعلانات. فاحنا دايما بنبقى محتاجين، مثلا اذا كان عندي تصوير اعلان فبيبقى محتاج مثلا كذا موديل موجود، اذا كان مين او هيرو او ايا كان اللي بيحصل، او كومبارس مثلا. فهم كل واحد فيهم بيبتدي يشتغل على ده. وكمان الاعمال دلوقتي في 25 كتير جدا، فاحنا بنبقى محتاجين وجوه كتير جدا. بلس كمان ان الموديل، كل موديل بيقدم سعره بيعلى. الموديل الجداد بيكون